الخير ومساء النور على كل مشاهدينا الكرام. اليوم حصل لي الشرف اني ندير مقابله مع الفنانه الجزائريه نضال الجزائري من الطبعه الثامنه لايام الوطنيه لمسرح الطفل من تنظيم الجمعيه الثقافيه زهر درويش. حاجه الاولى مدام نضال نقول لك مساء الخير. مساء الخيرات، الشرف كله ليا اللي راني معكم اليوم هنا ايتي بالامازيغيه ما شاء الله. انا من جد معجبك ملي كنت صغير، تقريبا من مسلسل البذراء، ونحبك بزاف ونموت عليك، ولي شرف اني من معجب جيت اني باش ندير مقابله معك، فنشكرك بزاف بزاف. حابه نسقسيك يعني كيفاش جاتك الايام الوطنيه لمسرح الطفل اللي نظمتها الجمعيه الوطنيه زهير درويش تكريما للفنان الراحل مراد مساح. والله شوف، انا هذا العام حضرت لها، ما حضرتش صراحه كل العروض، ولكن سمعه الجمعيه وسمعه ما تقدمه يعني من موعد قار لمسرح الطفل هي سمعه طيبه على مستوى الولايه وخارج الولايه. جمعيه زهير درويش مشكوره، ومشكور طبعا كل الطاقم اللي راه قائم على انه ينشر هذه الفرحه والبسمه في وجه وفي قلب الجمهور الصغير، وايضا اوليائهم اللي كما راكم تشوفوا هنا مرافقينهم وفرحانين معاهم. يعني جميل جدا، لانه مسرح الطفل انا دائما نقول انه مسرح الطفل هو الاساس، هو الارضيه الصلبه، لانه طفل اليوم سواء كجمهور ولا هو فنان الغد، هو جمهور الغد، هو مبدع الغد يعني. وهذه ضروري جدا انه يعني انه من خلالكم نقدم يعني او الناشد الوصايه انها تهتم اكثر بمسرح الطفل من حيث الانتاج والتطوير والمهرجانات والتكوين، خاصه انه كما نعرفوا ما عندناش مادة الفنون لم تدرج بعد في الطور الابتدائي يعني. وإحنا هذه الجمعيات مثلا ولا مدرسة تحليل ديوان مثلا التي أشتغل عليها تحاول أنها تغطي هذا الفجوة، إلى أن تنظر وزارة التربية ووزارة الثقافة في إدراج المسرح في المنظومة التربوية من الابتدائي. شكرا لك الفنانة نضال الجزائري. اسكو راح نشوفوا الفنانة نضال الجزائري في شاشة رمضان 2026؟ للأسف الشديد ما رانيش موزعة، عندي سنوات، نظن من 2021 2022 كان آخر مسلسل لي حول الناس، وكمسرح في 2017 كانت لي آخر مسرحية اللي هي مسرحية بهيجة اللي كانت مأخوذة من رواية للسيدة ليلى عسلاوي، وأعاد كتابتها المسرح أرزقي سيد أرزقي، واخرجها المايسترو زياني شريف عياد. راني في الاداره، وتعرف انه الاداره شويه تاخذ الفنان الى خاصه لما يكون عندك ضمير لا ينام، وخاصه لما تكون فنان يعني. مع العلم يعني المشاكل اللي واجهها المسرح الجهوي هنا في بجايه، فوجدت نفسي اني نتخبط في امور اللي اولا الاولويات كانت انه نعاودوا نرجعوا المسرح الى السكه نتاعو، ونعاودوا نحييوا امجاد خشبه مالك بوقرموح في بجايه، ونحاولوا نجيبوا يعني الجمهور الى قاعات مسرح مالك بوقرموح، خاصه انه المسرح كان متوقف لمده 4 سنوات يعني، وما زال الى يومنا هذا راهو تحت الترميم. فان شاء الله بعد ما نعاودوا نرجعوا المسرح للسكه، ونعرف باللي تهنيت على المسرح كاداره، اذا كانت هناك اعمال تليق يعني بكنضال الفنانه اللي تكونت لمده 5 سنوات في التمثيل والاخراج يعني، وتليق بما ينتظره الجمهور من نضال الجزائري، اهلا وسهلا يعني. وكيفاش جاتك ولايه بجايه والجمهور البجاوي، وكيفاش استقبالهم لك في هذه السنوات اللي خدمتي فيها هنا في بجايه؟ شوف والله انا اقل من اني نعطي شهادتي في ولايه بجايه، وكنت نقولها دائما، كتبتها في صفحتي، بجايه في حد ذاتها هي ولايه بحجم وطن. بجايه فيها علم من اعلام الفكر في الجزائر، ربي يرحمه مولود قاسم نايف القاسم، اللي انا تربيت على فكره كي كنت ندرس في الثانويه، لما كان ينظم الملتقى الاسلامي، انا كنت نتبع الملتقيات هذه، كنت نتبع فكر مولود قاسم ونقرا له يعني كثيرا. بجايه الجميله، بجايه يعني حباها الله من الطبيعة ومن الفكر ومن يعني ما يعجز الكلام عن أنه يوصف بها. لا يختلف أي واحد في أي ولاية من الجزائر عن حب بجاية وعن عشق بجاية، لما
نعرفه عن أهل بجاية، يعني من الكرم، من الحفاوة، من الطيبة، من العقلية المتفتحة عن الآخر، من كثير من الأمور تميز يعني ولاية بجاية والجزائر ككل. يعني احنا نقولوا الجزائر بلد بحجم قارة، راك عارف. والجزائر يعني الشيء اللي يميزها انها بلد فيها لغتين، ما كانش هذه، ما كانش في بلاد واحد اخر عندنا لغتين، لغه عربيه لغه امازيغيه. يعني هذا الثراء في بجايه، او تروح لتيميمون، او تروح الغردايه، او تروح قسنطينه، او تروح الجلفه، او تروح يعني واحد الثراء، واحد الغنى، يعني نفتخروا به ونزوخوا به، نزوخوا. اللي يحب حب واللي كره كره. احنا بلد عندها لغتين، عندها واحد الثراء وواحد الغنى، سواء في الطبخ، سواء في اللباس، سواء في الأغنية، سواء في اللهجات المتنوعة أيضا من ولاية إلى ولاية. ساعات في ولاية واحدة، في ولاية ونواحيها اللهجة تختلف. يعني وهذا ثراء، وهذا اللي كون الفرد والمواطن الجزائري في بجاية وفي غير بجاية. يعني الحمد لله. اكيد ما شاء الله عليك. يعني معروفه حبك لبلادك وتراث بلادك. ديجا شفناك حضورك امبارح جيتي لابسه الشابيه الجزائريه، وهذا شيء جميل جدا. نعم. حب الوطن من الايمان، يعني مقرون بالايمان، ان تؤمن بالله، ان تحب وطنك. الوطن هو الأول. اكيد طبعا. وفي الاخير بما ان مقبلين على سنه 2026، واش هي الكلمه اللي توجهها للجمهور البجاوي بصفه خاصه ولكل الجزائريين بصفه عامه؟ الجمهور البجاوي اولا نقول لهم كل عام وانتم بخير، سنه سعيده ان شاء الله مليئه بالمسرات والخيرات ان شاء الله يا رب. نقول لهم برك صبروا شويه على مسرح بجايه، لانه المسرح هذا وين بدا يستعيد انفاسه، هذا وين بدا يفتح بيبانه. اصبروا علينا ان شاء الله، الجاي سيكون اجمل وافضل. يعني على حساب واش راكم تسناو منا ان شاء الله، رايحين نقدموا لكم ان شاء الله. ومسرح بجايه معروف طبعا، معروف بفرسان خشبه جازوا عليه مروا عليه، واسماء كبيره راهي في القاموس المسرحي سواء الوطني او العربي او حتى الدولي. الجمهور ككل، ناسنا ككل في الوطن وخارج الوطن، نقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب. كل عام وحنايا جزائريين ونفتخر، كل عام وحنايا نتمتع ونمرح ونفرح في بلادنا الحرة الأبية قبلة الثوار. شكرا لك. شكرا.